تعالوا نعمل مع بعض أحلى وأجمل، مفيش أسهل ولا أحلى من كده بانكيك. شايفين بقى؟ يعني البانكيك تحفة كده وطرية وهشة في نفس الوقت. وبصوا، حاجة كده فاخر من الآخر، وشوية بقى شوكولاتات على موز وفراولة. عملنا أجمل وأحلى بانكيك. طريقة سهلة خالص وبسيطة. تعالوا نشوف الطريقة بتاعتنا عبارة عن ايه، ونسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. تعالوا بقى نشوف الطريقة الجميلة بتاعت البانكيك. معايا بيضتين، وهنزل عليهم ب3 معالق كبار من السكر ورشة من الفانيليا، وهقلبهم كويس مع بعض بالشكل ده. بعد كده هنزل عليهم بكوباية ونص من اللبن. كده حطيت كوباية اللبن، بعد كده نص كوباية، ومعايا كمان ربع كوباية من الزيت. وتقليبة بقى حلوة كويسة كده. ومعايا بعد كده كوبايتين منخولين من الدقيق. اهم حاجة ان احنا لازم ننخل الدقيق كويس جدا في اي حاجة، يعني عشان ما يبقاش فيه تكتلات، وهي الحاجة تبقى العجينة معانا تبقى سايلة كده ويعني مظبوطة معانا. هديهم تقليبة حلوة كده على مرتين، هنزل الدقيق على مرتين، وفي كل مرة هديه تقليبة كويسة عشان ما يكلكعش كده ويبقى القوام مظبوط معايا في الاخر. بعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح، وبعد كده نقلب الكلام ده كله كده مع بعض تقليبة كويسة. شايفين القوام عامل ازاي؟ حلو جدا ومظبوط خالص يعني. وبعد كده جبت صينية. الصينية دي اكبر من الطاسة عندي، واهم حاجة ان تبقى يعني الحاجة ما بتلزقش فيها. بس كده. ومعايا كمان نزلت بمعلقة من الزيت، وبدأت ان انا اعملها كده بمنديل. عايزين حاجة خفيفة خالص كده. بعد كده جبت العجينة وبدأت ان انا انزل بعجينة البانكيك بالشكل ده، طبعا الحجم اللي انتي تحبيه. انا هنا عملته مظبوط يعني، ولا كبرتها ولا هي صغيرة، عملتها وسط بالشكل ده. شايفين قوام العجينة عامل ازاي؟ حلو جدا ومش مكلكع وكله تمام. خلاص كده بدأت يبقى في بابلز كده عليها من فوق. بدأت ان انا اقلبها على الجنب التاني، يعني هي مش هتاخد حاجة دقيقة او دقيقتين وتلاقيها اصلا احمرت، فهتقلبيها بقى على الجنب التاني. وهنا كده خلصت الكمية كلها. شايفين ما شاء الله كمية اللي احنا عملناها مع بعض، الدقيق طلع معايا الكمية دي حلو جدا. وحاجة كده تفطري بيها، او حلو بعد الغدا او في العشاء، حابة ان انتي تغيري يعني. بصراحة كانت حلوة خالص وكمان مشبعة كده. بس بدأت ان انا جبت بقى رصتهم كده بالشكل ده في اي حاجة بقى عندك، وطلعوا معايا شكل وردة كده، شكلها حلو قوي. بدأت بقى ان انا رصتهم كده. ايه رأيكم بقى في الشكل من غير اصلا ما احط عليها الشوكولاتات الفراولة والموز؟ شكلها بصراحة يفتح النفس من غير حاجة. بس كده رصيتها كده، وهبتدي بقى ان انا اجيب الفراولة مقطعاها شرايح كده صغيرة، وهاخد بقى الموز. حابة برضو اي يعني نوع فاكهة انت عايزاه، حاجة برضو ترجع لك، بس يعني انا حبيت الموز والفراولة فيها. ممكن كمان تحطي كيوي، حسب بقى ما انت عايزة. شايفين بقى الجمال؟ حاجة كده خطيرة. ده كده كده يعني جبت فراولتين حطيتهم في الجنب كده علشان برضو التصوير والشكل وكده يعني. بعد كده جبت شوكولاتة سيحتها، اي نوع شوكولاتة انت عايزاه او بتفضليه. سيحتها وحطيت معاها معلقة زيت او معلقة لبن على حسب ما انت عايزة.
بالشكل ده كده. بعد كده جبت شوكولاتة بيضة برضو نفس الكلام، سيحتها في معلقة مع معلقة من الزيت. بدأت ان انا عملت بالشكل ده كده بالمعلقة، ادتني برضو شكل حلو يعني. وبس ده الشكل النهائي كده. ايه رأيكم؟ في اسهل واحلى من كده؟ بصراحة حاجة يعني فظيعة ورهيبة، حاجة حلوة جدا. وكمان يعني اطفال وكبار بيحبوا البانكيك، وكمان الطريقة دي مش هتاخد معاكي وقت خالص، وكمان الكمية حلوة جدا. وبس كده يعني، مفيش اسهل من كده بقى عشان تعمليها. هنا كده جبت شوية برضو من الفراولة وشوية من الموز والصوص بتاع الشوكولاتة، وبس كده. ودوقي بقى احلى بانكيك واطعم بانكيك، بجد بجد رهيب. ومش يعني مش هتبطلي تعمليه، طعمه تحفة بجد. شايفين البانكيك عاملة ازاي من جوه؟ حلوة جدا بجد. هنا كده حبيت ان انا افتح لكم واحدة برضو نشوفها مع بعض عاملة ازاي من جوه. وقفلت هنا كده الاضاءة علشان النور كان مش بيبين برضو. شايفين الجمال بقى؟ مظبوط كده معايا، والطعم كمان خطير جدا، تحفة خالص. وما تفوتيش عليك الطريقة الحلوة دي البسيطة خالص. واشوفكم على خير بإذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.